الترجي الرياضي صاحب ثنائية الموسم الفارط ينجح في التتويج بالبطولة الرابعة على التوالي، هي رقم 24 في تاريخ شيخ الأندية التونسية منذ الاستقلال، ورقم 12 في البطولة المحترفة. قصة انطلقت في 4 فيفري 2011. الترجي يبدأ الموسم بصعوبة، 3 جولات 4 نقاط ومرتبة 7، ثم مشاركة في كأس العالم للأندية، 2 هزايم خلت نبيل معلول يغادر حديقة حسان بالخوجة، والمعوض كان السويسري دوكاستيل. الجولة الرابعة من البطولة وبقيادة دوكاستيل في 11 فيفري 2012 الترجي يضرب بقوة ويرجع من جديد للانتصارات 5-0 أمام ترجي جرجيس. المسيرة تتواصل بامتياز، رقم قياسي في تاريخ البطولة الوطنية، 13 انتصار على التوالي بين 11 فيفري و2 ماي 2012. والترجي يفتك المرتبة الأولى من نادي البنزرتي في الجولة 12 ويكمل مرحلة الذهاب بتتويج شرفي بطل الخريف ب40 نقطة وبفارق 7 نقاط على صاحب المركز الثاني النادي البنزرتي، 13 فوز وتعادل وهزيمة. أفضل خط هجوم ودفاع ويانيك جانج أفضل هداف ب10 أهداف. نتائج الترجي تتراجع في شهر ماي، 2 تعادلات متتالية وهزيمة ضد النادي الصفاقسي تعجل برحيل دوكاستيل. هيئة الترجي تفكر من جديد في نبيل معلول. في الانتظار العربي الزواوي يشرف على الفريق وينهزم ضد النادي البنزرتي، والترجي يرجع من جديد الانتصارات انطلاقا من 20 جوان 2012 مع نبيل معلول يفوز على الشبيبة و4 انتصارات متتالية من غير ما يقبل حتى هدف، يسجل 12 منها 7 ضد أمل حمام سوسة. سلسلة تتوقف في 26 أوت، الترجي ينهزم ضد باجة 3-1، والنادي البنزرتي يرجع للمركز الأول صحبة الترجي. التنافس على لقب البطولة ينحصر بين الثنائي الترجي والنادي البنزرتي. ماكينة باب سويقة ترجع للدوران بالسرعة القصوى، الانتصار تلو الآخر ينهي الموسم في المرتبة الأولى، 22 فوز 3 تعادلات و5 هزايم، يقبل 22 هدف ويسجل 61 هدف، ويوسف المساكني أفضل هداف البطولة ب 17 هدف.